اكتشاف الدوري البلجيكي. 7 عروض تحاصر الجزائري ياسين تطراوي. ارتفعت أسهم الموهبة الجزائرية ياسين تطراوي بشكل لافت في الفترة الأخيرة بعد تألقه خلال النسخة الحالية من الدوري البلجيكي. انضم لاعب الوسط صاحب 22 عاما ياسين تطراوي إلى نادي شالرو خلال الميركاتو الصيفي الأخير في صفقة استفاد منها نادي أتلتيكو باردو بمبلغ 1.2 مليون يورو. ويعتبر تطراوي الآن مرشحا لدخول حسابات منتخب الجزائر بداية من فترة التوقف الدولي المقبلة المقررة في شهر يونيو حزيران المقبل. عروض بالجملة. تتطلع عدة فرق أوروبية للتعاقد مع اللاعب الواعد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وفقا لما كشفت عنه مصادر إعلامية مطلعة. ووفقا لموقع متخصص في أخبار الانتقالات، يتواجد اللاعب على رادار 7 فرق، من بينها ليل وموناكو وتولوز ونيس الفرنسيين، بالإضافة إلى أندرلخت البلجيكي وأينتراخت فرانكفورت الألماني، وهل سيتي الإنجليزي. ويرتبط تطراوي بعقد مع شالرو حتى عام 2027 مع إمكانية التمديد لعام إضافي، كما تبلغ قيمته السوقية 3.5 مليون يورو في بورصة ترانسفير ماركت. ومن المتوقع أن يحصل اللاعب على الضوء الأخضر للرحيل، شريطة أن يحصل فريقه على مبلغ يتراوح بين 7.10 ملايين يورو. من هو ياسين تطراوي؟ تخرج الموهبة الصاعدة من مدرسة شبان نادي أتلتيك باردو الذي قام بصقل موهبته قبل أن يمنحه فرصة اللعب مع الفريق الأول عام 2021 عن عمر 17 عاما. وخاض تطراوي 85 مباراة في الدوري الجزائري أسهم خلالها في 25 هدفا ما بين صناعة وتسجيل. وخلال موسمه الأول مع شارلورو شارك في 22 مباراة ضمن الدوري البلجيكي سجل فيها هدفا وحيدا وأهدى تمريرة حاسمة وحيدة. وسبق له أن مثل معظم منتخبات الجزائر للفئات السنية، كما تواجد في قائمة منتخب الجزائر المتوج عام 2021 بلقب كأس العرب للمنتخبات. الرقم تطراوي وإحصائياته ترشحانه عند بيتكوفيتش لخلافة قندوسي. يواصل لاعب شارلورو البلجيكي ياسين تطراوي 21 سنة خطف الأنظار في الدوري البلجيكي إلى درجة تحوله إلى هدف للعديد من الأندية الأوروبية الراغبة في ضمه في الصيف المقبل، في وقت برز فيه بتسجيل إحصائيات وأرقام قوية في مركزه كلاعب خط وسط مدافع يجيد القيام بالأدوار الدفاعية والهجومية في نفس الوقت وبالكفاءة ذاتها. الأمر الذي جعل الكثيرين يرشحونه ليكون بديل أحمد قندوسي في تشكيلة محاربي الصحراء. وخطف اللاعب الجزائري ياسين تطراوي الأنظار بتسجيله لإحصائيات عالمية قوية بدوره في وسط الميدان، حيث نشرت منصة داتا أم بي المختصة في الأرقام والإحصائيات حصيلة رقمية رهيبة للاعب باردو السابق، مشيرة إلى أنه لاعب خط الوسط الوحيد في العالم الذي تجاوزت نسبة نجاحه 80% في العديد من المهام في خط الوسط لا سيما الهجومية منها، ويجيد تطراوي القيام بالأدوار الدفاعية والهجومية في نفس الوقت، مثله مثل أحمد قندوسي، حيث يرشحه الكثير من المتابعين والجماهير الجزائرية ليكون البديل المناسب له في صفوف المنتخب الوطني الجزائري خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن نجم سيراميكا المصري سيغيب لفترة طويلة عن الملاعب بسبب إصابته الخطيرة. أرقام تطراوي في وسط الميدان لم يصلها أي لاعب في العالم بحسب منصة داتا أم بي. وكشفت منصة داتا أم بي بأن اللاعب الجزائري ياسين تطراوي قد سجل نسبة نجاح تقدر ب94% فيما يتعلق بالتدخلات الدفاعية، ونسبة نجاح تقدر ب93% فيما يتعلق بالتمريرات الأمامية، بالإضافة إلى نسبة نجاح تقدر ب86%، وهي أرقام لم يسجلها أي لاعب آخر في العالم حسب المنصة العالمية المعروفة
ويرى الكثير من المتابعين لشأن المنتخب الوطني بأنه حان الوقت لفلاديمير بيتكوفيتش لتوجيه الدعوة لتيتراوي، خاصة في ظل إصابة قندوسي، ليكون البديل المثالي له في خط الوسط، على أن يحصل على أدوار مهمة مستقبلا في ظل تراجع أداء رامز الزروقي وغياب نبيل بن طالب الطويل عن الخضر وتقدمه نسي في السن. أيضا وانضم تيتراوي إلى شارلور البلجيكي في الميركاتو الصيفي الماضي بعقد يمتد ل3 سنوات، بالإضافة إلى إمكانية التمديد لعام إضافي قادما من نادي باردو. وشهدت بداية لاعب خط الوسط المدافع صعوبات كبيرة في الدوري البلجيكي قبل أن ينتزع مكانة أساسيا في التشكيلة التي يلعب لها الجزائري الآخر آدم زرقان، نجم جزائري بأرقام باهرة في رسالة قوية للمدرب بيتكوفيتش. يواصل النجم الجزائري والمحترف مع نادي شارلور البلجيكي ياسين تطراوي 21 عاما التألق وخطف الأضواء بمستواه الكبير، رغم أنه يقضي موسمه الأول في القارة الأوروبية قادما من نادي باردو المحلي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ما يجعله على أبواب الانضمام إلى تشكيلة منتخب الجزائر في قادم المواعيد، وهذا بموازاة انطلاق المدرب فلاديمير بيتكوفيتش 61 عاما في رحلة البحث عن خليفة أحمد قندوسي 25 عاما الذي تعرض لإصابة خطيرة مع فريقه سيراميكا كليوباترا المصري، وهذا سيؤدي إلى غيابه طويلا عن الملاعب. ونشر حساب متخصص في إحصائيات كرة القدم على منصة إكس أمس الاثنين أرقاما مميزة حققها الجزائري الشاب ياسين تطراوي مع فريقه شارلور في الدوري البلجيكي لكرة القدم، بعدما اعتبر لاعب خط الوسط الوحيد في العالم الذي حقق نسبا تقدر ب80% وما فوق في الأدوار المكلف بها في مركزه على أرضية الملعب وفي مختلف الفئات، ما يعني أنه ليس مجرد لاعب وسط ميدان كلاسيكي، ويؤكد مدى قدرته على كسر الخطوط وتسريع رتم اللعب وتغطية المناطق الدفاعية، وهي إحصائية مذهلة إلى حد كبير تبرز أن اهتمام العديد من الأندية في القارة العجوز بخدماته ليس وليد الصدفة. وفي تفاصيل الأرقام المذهلة التي حققها ياسين تطراوي في الدوري البلجيكي لحد هذا الموسم ووفقا للمصدر نفسه، فإنه يملك نسبة مئوية مقدرة ب9.4% في التدخلات الدفاعية الناجحة، وكذلك نسبة مئوية تصل إلى 93% في التمرير نحو الأمام، أما نسبة 86% فهي تمثل قدرته على بناء اللعب، ثم تأتي قدرته على تمرير الكرات الطويلة نحو زملائه بنسبة 85%، وأخيرا تأتي نسبة 83% المتعلقة بالجري بالكرة صوب منطقة المنافس. ويأتي المستوى الكبير الذي يقدمه ياسين تطراوي في الدوري البلجيكي لكرة القدم في وقت حصل فيه العربي الجديد على معلومات من مصدره في الجهاز الفني للمنتخب الجزائري، وفضل عدم ذكر هويته، تفيد بأن هذا اللاعب يملك حظوظا كبيرة جدا في الانضمام إلى تشكيلة الخضر في معسكر يونيو حزيران القادم، الذي ستتخلله مباراتان وديتان، الأولى ضد منتخب إفريقي لم تحدد هويته إلى حد اللحظة، والثانية أمام منتخب السويد في العاصمة ستوكهولم، وهما موعدان سيسمحان للمدرب فلاديمير بيتكوفيتش بتجريب عناصر جديدة، من بينها لاعب خط وسط يمكنه خلافة المصاب أحمد قندوسي في الاستحقاقات القادمة. وأكد المصدر نفسه أن المدرب فلاديمير بيتكوفيتش معجب كثيرا بمستويات ياسين تطراوي وما يقدمه هذا الموسم رغم صغر سنه واحترافه حديثا بالقارة الأوروبية. كذلك فإن المدرب السابق للمنتخب السويسري يراقب أيضا المستوى المميز الذي يقدمه لاعب ماخاتشكال الروسي حسام الدين ميرزيق 25 عاما، وهذا الأخير بدوره يملك حظوظ الانضمام إلى المنتخب الأول في قادم المواعيد، مع التذكير بأن هذا الثنائي كان حاضرا في تشكيلة المنتخب الرديف والفائز تحت إشراف المدرب مجيد بقرة ببطولة كأس العرب 2021 في قطر.